بنت من ابداعها بس قدرت تكسب فلوس كويسه جدا من وهي في بيتها لمجرد انها بتجرب منتج وبتقول رايها، بالرغم انها مش انفلونسر، هي بس معاها موبايل. طب مين بيدفع لها؟ اللي بيدفعوا لها البراندات واي حد عنده بيزنس. هل هي محظوظه؟ الحقيقه لا. هل اي حد يقدر يكسب زيها؟ المفاجاه انه واكتر منها كمان. ببساطه ده مجال اسمه اليو جي سي، وده اللي انا هعلمهولك من الصفر للاحتراف. البنت اللي بكلمك عنها دي تبقى انا خديجه، يو جي سي كرييتور في الامارات. جايه انقلك تجربتي بعد ما تعاونت مع اكتر من 100 براند وعملت اكتر من 450 ريل. السلسله دي انا بنيتها مخصوص عشان اقولك ازاي تقدري تقتحمي المجال بقوه، وهقولك كمان على كل الاسرار وكل حاجه تخليكي بروفيشنال. طيب مين اللي المفروض يسمع الفيديو ده؟ اي واحده عايزه تنجح وتحقق فلوس من بيتها وبدون اي خبره، وتعرف ازاي فعلا انها تشتغل يو جي سي صح. فلو انت مستعده اكتبي لي في كومنت دلوقتي انا مستعده يا خديجه، عشان اشوف كام واحده هتبدا معايا من الصفر وتوصل معايا لاعلى مرحله. هقولك بالضبط ايه اللي البراندات بتدفع فيه فلوس وايه اللي محتاجينه منك، مش من انفلونسر، منك انت. خلينا نبدا. ايه هو اليو جي سي؟ اليو جي سي هو اختصار لليوزر جنريتد كونتنت، يعني محتوى بيعمله ناس عاديه جدا، مش شركات ولا وكالات اعلانيه. ده المعنى الحرفي لليو جي سي. لكن في السياق الشغل اللي احنا بنتكلم عنه هو انك بتعملي فيديوهات للبراندات، سواء بقى بتظهري في الفيديو او لا، المهم انك بتتكلمي عن المنتج وبتبيعي الفيديو ده للبراند، وهم بقى بيدفعوا ليكي مقابل الفيديو نفسه، مش مقابل الفولورز عندك ولا حتى مقابل انك تنشري على الاكونت بتاعك، مقابل الفيديو بس. الفيديو ده بقى هم بيستخدموه في اعلاناتهم على الفيسبوك وانستجرام والتيك توك. طب ليه؟ لان ده المحتوى اللي الناس شايفاه كل يوم وهم بيعملوا سكرول، فليه ما تبقيش انت اللي بتعملي المحتوى ده؟ طيب ليه البراند يدفع لبنت عاديه ما يعمله في استوديو فخم ويجيب مصورين كبار؟ الاجابه باختصار مش في التسويق، هي في علم النفس. الاعلانات التقليديه اللي فيها استوديو واضاءه وحاجات مترتبه الناس بقت عارفاها على طول ومش بتوقف عندها وبتعمل عليها سكرول لما بتشوفها. لكن الحقيقه انت لما بتشوفي بنت بتتكلم عادي جدا عن منتج من اوضتها عادي جدا، فانت بتحبي ان انت توقفي وبتشوفيها بتتكلم عن ايه، واللي احنا حقيقي بنحس ان دي صاحبتنا وبتنصحنا، يعني مش اعلان بيبيع بشكل مباشر. والفرق ده تحديدا بيأثر على قرار الشراء بشكل كبير. فالبراندات دلوقتي عارفه ان الناس بتوثق في الناس مش في الشركات، انما الفيديو اللي ظاهر فيه انه كلام حقيقي بيشتغل احسن بكتير من الاعلانات المترتبه. عشان كده هم بيدفعوا لك، لكن مش عشان ان اليو جي سي ارخص، لا خالص، ده عشان بيشتغل احسن ومبيعاته بتكون اقوى بكتير. وانت ككرييتور انت اللي بتجيبي الثقه دي للبراند وبتخليه يدفع لك كويس ولا لا. طيب هل السوق ده كبير ومين اللي بيشتغل فيه دلوقتي؟ الحقيقه ان مجال اليو جي سي بقى عالميا، مش محصور في دول معينه، والمجال ده مش مجرد ترند وهينتهي، لان الشركات اتعلمت ان المحتوى الحقيقي بيبيع اكتر بكتير جدا، والطلب على الكرييتورز موجود في مصر ودول الخليج والدول الاوروبيه. والطبيعي ان البراندات بتدور على كرييتورز، مش بتدور على ناس عندها فولورز، هي بتدور على ناس تقدر تعمل لها فيديو يبان حقيقي مع ابداع طبيعي يخدم طبيعه المنتج ده، بس هما اللي محتاجينه. وده اللي انا هعلمهولك في السلسله دي. مين اللي المفروض يشتغل يو جي سي؟ اللي بيشتغلوا يو جي سي مش فئه معينه، يعني مثلا في امهات بتتكلم عن منتجات خاصه بالاطفال، وفي بنات عندهم اهتمام بالمنزل فبيعملوا فيديوهات لادوات المطبخ مثلا، وفي بنات مهتمه بالفاشن والسكين كير، وفي بنات كمان مهتمه بالرياضه فبتعمل محتوى للسبلمنتس والملابس. المشترك الوحيد بينهم ان البراند مش بيسالهم عندكم كام فولورز، هو بيسالهم تقدروا تعملوا فيديو يبان حقيقي ولا لا. فلو الاجابه بالنسبه لك انت فانت مؤهله انك تكوني يو جي سي كرييتور. لكن عشان اكون صادقه معاكي ده مش معناه ان الشغل هيكون سهل جدا، لكن ده معناه ان الباب مفتوح وتقدري تاخدي فرصتك. بس في غلطه بتحصل مع كل واحده بتبدا، ولو مش عارفاها هتضيع لك وقت كتير جدا. الغلطه اللي لازم تعرفيها دلوقتي ان اغلب الناس لما بتسمع عن اليو جي سي بتفتكر انها محتاجه تبني اكونت وتجيب فولورز وتعمل محتوى عن يومها. لا، انتي مش انفلونسر، انتي كرييتور. الانفلونسر بيبني جمهور وبيبيع الفيديو بتاعه للجمهور ده، انما الكرييتور بتعمل فيديوهات وبتبيعها للبراند، والفرق ده مهم جدا ولازم تعرفيه. عايزه اقولك ان ده هيظبط طريقه تفكيرك من الاول. انتي مش بتبني جمهور، انتي بتبني بورتفوليو، والفرق ده هو اللي هيوفر لك وقت كبير جدا في البدايه. انتي دلوقتي بقت عندك الصوره كامله، عرفتي يعني ايه اليو جي سي وليه البراندات بتدفع فيه ومين اللي ينفع يشتغل
بيشتغل فيه. الخلاصة اللي انا عايزة اوصلها لك النهاردة هي جملة واحدة بس، ان اليو جي سي كرييتور بتبيع الفيديوهات للبراندات مش للمتابعين. ده مش محتاج منك اكونت كبير، مش محتاج منك معدات غالية، هو بس محتاج منك انك تكوني تعرفي تعملي فيديو يبان حقيقي. الحلقة الجاية بقى هشرح لك الفرق بين اليو جي سي والانفلونسر وصناعة المحتوى العادي، وهتعرفي تحددي انت مين فيهم بالظبط وايه اللي يميزك عن غيرك. لو وصلتي لهنا وعندك سؤال دلوقتي تقدري تسيبيه في الكومنت، لان مهم جدا تكوني فاهمة كل حلقة بدون ما يكون واقع منك اجابة اي سؤال خطر في بالك. مين متحمس معايا للحلقة الجاية؟